تعالوا بقى نسيبنا من الطرق التقليدية للبتنجان واعملكوا 3 طرق تحفة 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 مبيشربوش زيت، معروف ان البتنجان بيشرب زيت كتير جدا جدا جدا. انا بقى هوريكوا 3 طرق ما تشربش زيت وتحفة والطعم خطير 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 ولا كأننا بناكل بانيه بجد، عامل زي البانيه بالظبط واحلى كمان. ده ممكن نعمله مع مكرونة ونقدمه في سندوتشات، بجد تحفة تحفة تحفة. اللي هيجربه هيتبسط قوي منه وبجد هتحسوا ان انتوا بتاكلوا بانيه مش بتنجان. المكونات بتاعتنا معانا شوية دقيق كده حلوين، ومعانا طبق فيه شوية نشا، والتوابل بتاعتنا طبعا فلفل أسمر، توم باودر، كزبرة، بابريكا، ملح، 7 بهارات، توابل. الحاجات دي كلها ممكن نستخدم التوابل برضو اللي احنا عايزينها، انا استخدمت دول. معانا بتنجانة واحدة كبيرة رومي، هتعمل كمية كبيرة جدا. اول حاجة اول طريقة هقطع البتنجان شرايح كده. بعد ما خدت جزء من البتنجانة بتاعتي وقطعته شرايح على طاسة وهنزل بالزيت بتاعي عقبال ما يقدح، ابتدي ان انا احط بقى الحاجات على بعضها. احط على الدقيق معلقتين كبار من النشا، وبعدين هنزل بالتوابل بتاعتي على الدقيق والنشا بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، بالتوابل اللي انا عايزة استخدمها. هبتدي بقى ان انا اقلب كل المكونات دي مع بعض بحيث الدقيق يبقى واخد كل التوابل فيه بالشكل ده. لازم اوزع كل التوابل في الدقيق، وابتدي بقى ان انا اخد البتنجان الشرايح بتاعي وانزل بيه في الدقيق بالشكل ده، واطلعه في طبق كده على جنب، واعمل كل الطريقة دي، اعمل الطريقة دي مع كل البتنجان اللي انا مقطعاه على شكل شرايح. انا مستخدمتش البتنجانة كلها في الشرايح، لا انا خدت جزء منها بس وقطعته شرايح. افضل بقى ان انا اكرر الطريقة مع كل البتنجان، الكمية بتاعتي ادهنها بقى من الدقيق والمكونات والتوابل اللي احنا حطيناها مع بعض زي ما احنا شايفين كده. وادي الطبق بتاعي بعد ما دهنت كل البتنجان بالدقيق والنشا والتوابل. وهنا بقى الزيت بتاعي اول ما قدح كده وغلي هنزل عليه بالبتنجان بتاعي بالشكل ده. طبعا كده البتنجان مش هياخد زيت كتير جدا، وكمان طعمه هيبقى مختلف خالص عن اي بتنجان كلناه قبل كده. وبجد يا جماعة مش بكدب، طعمه يمكن زي البانيه واحلى، فظيع فظيع فظيع. ابتدي بقى ان انا اسيبه كده في الزيت يقلي زي ما احنا شايفين كده، ولازم الزيت يبقى مغلي وسخن جدا. ابتدي بقى ان انا اسيبه كده ياخد اللون الذهبي علشان اقلبه، طبعا ما ينفعش اسيبه يسود، انا بحب الحاجة يبقى لونها ذهبي وجميل، ما ينفعش ان انا اسيبها تتحرق او تاخد لون مغمق. بعد ما البتنجان بتاعي ياخد اللون الذهبي كده قلبته على الناحية التانية عشان هي كمان تاخد لون ذهبي. وهبتدي بقى ان انا اول ما اللون يبقى حلو كده وذهبي وجميل اطلع بقى البتنجان بتاعي كده في طبق علشان نقدمه وناكله، وبجد طعمه لذيذ 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 وهتحبوه قوي قوي قوي، وهيفرق جامد معاكوا برضو في كمية الزيت. ودي كانت أول طريقة معانا البتنجان على شكل شرايح. تعالوا بقى نشوف الطريقة التانية. معانا برضو نفس الدقيق اللي احنا عملناه، بس هنزود هنا بيضة أو بيضتين ونضربهم كده في الطبق زي ما احنا شايفين، وهنقطع البتنجان بالشكل ده شكل شرايح تخينة. ومعانا طبق فيه مية ساقعة، هنزل بالبتنجان بتاعي على نفس طبق الدقيق اللي فيه التوابل اللي انا عملته في الطريقة الاولى، وبعدين هنزل بيه من الدقيق على البيض، ومن البيض على الدقيق، وبعدين هنزله في المية الساقعة وانزل بيه في الدقيق تاني، وابتدي ان انا احطه في طبق. وهعمل الطريقة دي مع كل الشرايح التخينة الترانشات اللي انا مقطعاها، من الدقيق على البيض على الدقيق على المية الساقعة على الدقيق. دي بجد طريقة تحفة 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 وهتعجبكوا قوي 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 قوي. طبعا المية الساقعة والبيض بيدوا قوام للبتنجان زي قوام البانيه بالظبط، وهيعجبكم قوي قوي. ابتدي بقى ان انا اكرر الطريقة كده لغاية ما اخلص كل الطرنشات بتاعتي واحطها في الطبق بالشكل ده، وعلى نفس الزيت انزل بيهم كده علشان ابتدي برضو اقليهم وياخدوا اللون الذهبي الجميل اللي كلنا بنحبه. ودي بقى طريقة بجد تختلف خالص عن باقي الطرق، هتعجبكم قوي 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 قوي.
ولازم تكملوا الفيديو للآخر عشان الطريقة التالتة هي اللي بجد هتعجبكم قوي، طريقة جديدة جدا ووهم. شايفين اللون الذهبي الجميل التحفة ده اللي مش هتشوفوه في أي حتة، بجد فظيع اللون، خطير خطير خطير. هنا بقى بقلبه على الناحية التانية عشان هي كمان تاخد اللون الذهبي، وبعد ما ياخد اللون الذهبي هبتدي اطلع بقى شوية دول كمان بره كده في الطبق. وتعالوا بقى اوريكم اخطر طريقة للبتنجان. انا معايا كيس شيبسي، ومعايا فيجيتار انا عاملاه في البيت، ومعايا نفس الدقيق اللي احنا استخدمناه في كل الطرق، ومعانا طبق البيض برضو مكمل معانا. هننزل بقى بكيس الشيبسي في الكبة كده علشان نضربه، وهنجيب البتنجان بتاعنا ونقطعه حلقات، وهبتدي ان انا كده افرغه في النص بغطا كده زي ما احنا شايفين على شكل دونتس كده. يا جماعة بجد خطيرة خطيرة خطيرة، وشكلها اصلا تحفة، وهيطلع شكلها ما شفتوش قبل كده، بجد كان تحفة وعجب الاطفال قوي قوي. شايفين هنزل بقى بالشيبسي بتاعي كده على الدقيق، وبرده بالفيجيتار كده زي ما احنا شايفين. هبتدي بقى انزل بالبتنجان كده على الدقيق بتاعي اللي مخلوط فيه الشيبسي، طعم الشيبسي اللي بالجبنة الجميل ده. وهنزل بالبتنجان بعد ما دهنته في الدقيق على طبق البيض كده، وبعدين في الدقيق تاني، وبعدين انقله بقى في طبق علشان ابتدي ان انا اقلب. شايفين ادهنه كله بقى بالدقيق بالشكل ده، واكرر الطريقة دي على كل الحلقات اللي انا عملتها. وبجد شكلها يا جماعة طالع تحفة تحفة، طالع خطير. اول مرة اكل بتنجان بالحلاوة دي. البتنجان ممكن نعمل منه حاجات كتير قوي قوي قوي، واللي هيجرب الطرق دي يقولي انهي طريقة هي اللي عجبته اكتر. انا عن نفسي اكتر طريقة عجبتني هي طريقة الحلقات اللي متفرغة على شكل دونتس، وعجبت كمان الاطفال. ابتدي بقى ان انا اجرب كل الطريقة دي، اكررها مع الدقيق ومع البيض لغاية ما اخلص كل الحلقات اللي انا قطعتها. وبجد يا جماعة كل ده عملته من بتنجانة واحدة، ومخدش زيت كتير زي ما البتنجان بياخد في الطبيعة. هنا بقى انا عمالة اعمل بقى كل الحلقات اللي انا عملتها ادهنها بالدقيق، وبعدين البيض، وبعدين الدقيق، علشان لما اخلصهم برضو انزل بيهم على الزيت. ابتدي بقى ان انا ادهن كل البتنجان بتاعي اللي على شكل دونتس كده علشان انزل بيه في الزيت. وبعد ما خلصتهم كلهم شايفين الحلقات بتاعتي تحفة يا جماعة بجد، وهنزل بقى بيهم في الزيت المغلي بتاعي علشان اعمل دونتس بتنجان محدش عمله قبل كده، بجد خطير والشكل جذاب جدا. وممكن كمان اللي ياكله ما يعرفش اصلا ان هو بتنجان من حلاوته بجد، ولا كأنه بني. انا حتى هجيب لكم مقطع كده وانا بفتحه من جوه، هتلاقوه ابيض من جوه وجميل زي البانيه فعلا، مش كلام. طعمه خطير يعني، ممكن كمان تاكلوه مع مكرونة. بصوا ده الشرايح، وده الشرايح التخينة، وده الحلقات بعد ما عملناهم كلهم. بجد تحفة تحفة تحفة، الطعم خطير، الطعم وهم الطعم ولا كأنه بانيه زي ما انا بقول لكم. شايفين بقى الجمال، تعالوا نفتحه كده من جوه ونشوف. شايفين البياض، شايفين الجمال من جوه يا جماعة. بجد لو عجبكم الفيديو لازم تعملوا لي لايك وسبسكرايب، وما تنسوش تكتبوا لي تعليق بأنهي طريقة عجبتكم. وهستنى منكم ان انتوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب. بحبكم قوي، واستنوني بوصفات جديدة وجميلة. باي باي.